السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في سلسلة تسويق الخدمات الدرس الرابع. الدرس اللي فاتت اتكلمنا على ليه تسويق الخدمات مهم، وإيه الخصائص الأربعة اللي بتميز الخدمة بتخلي تسويقها صعب، واتكلمنا على السيفن بيس أو المزيج التسويقي للخدمات. المزيج التسويقي للخدمات ده فيه 7 عناصر. جميل، واتكلمنا عليهم واحد واحد. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في التسويق اسمها المسرح الداخلي والمسرح الخارجي. جميل، انت لما بتبص على الخدمة بتاعتك بتقسمها مسرحين او فرونت ستيج وباك ستيج. الفرونت ستيج ده هو كل الحاجات اللي بيتعامل معاها العميل بشكل مباشر وبيشوفها، والباك ستيج هو كل الحاجات اللي العميل مش من المفترض ان هو يشوفها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لو داخل مطعم، جميل، وبدل ما ادخل على الصاله اللي فيها الديكورات، فيها القعده، فيها النظام، وفيها الجرسون هيجي او فيها الويتر هيجي ياخد طلبي وهكذا، فدخلت على طول على المطبخ. تفتكر وانا قاعد دخلت على المطبخ هاكل؟ لا طبعا. ليه؟ لان في هرجله، في حاجات، في مناظر المفروض ما انا اشوفهاش، لان لو شفتها اكيد مش هبقى عايز استهلك الخدمه دي. انت كمان كمسوق المفروض بيبقى عندك مسرح خارجي سواء اي خدمه بتقدمها، ومسرح داخلي. المسرح الخارجي يعني اي بنطبق بقى على اي حاجه. انا دلوقتي بشحن حاجه، فبكلم شركه الشحن احجز معاهم ميعاد، عايز اشحن حاجه معينه. جميل، فبقول له والله السلام عليكم، تعالى عايز اشحن حاجه معينه. فانا بالنسبه لي هو هياخد الحاجه يباكجها ويبعتها للمكان، واذا كان في تحصيل بعد كده او حاجه، فدي الحاجات اللي انا بتعرض لها او في خدمه عملاء انا بكلمهم لو حاجه اتاخرت او حاجه، فده اللي انا بمر بيه. لكن ما بروحش اشوف المخزن والحاجه مرصوصه او حاجه وقعت او في المسرح الخارجي الداخلي. انا بتعرض للمسرح الداخلي اللي هو الخارجي، وما بشوفش المسرح الداخلي. انت كمان لو انت عندك خدمه بتقدمها، تشوف ايه اللي العميل المفترض يشوفه وايه اللي العميل المفترض ما يشوفوش. ولو انا عندي المسرح الداخلي قوي بشكل ان انا اقدر اسوق بيه، زي ان انا مثلا عندي مطعم والمطبخ بيبقى جميل وبيبرق وبتاع، فاعمل حاجه اسمها المطبخ المفتوح مثلا. عندي خدمه بيكون فيها حاجه اقدر اظهرها للعميل بشكل يبقى ميزه تسويقيه ليا، تبقى دي ايه؟ حاجه تخليني اعرف اسوق بنقطه القوه دي، اخدها وبروزها وازاي اطلعها وايه ازاي اعرضها. وتبقى ممكن عندي في الاعلان، بقى في الاعلان اللي انا بعمله بتكلم عليها كميزه تنافسيه. يعني مثلا انا لو عندي مطعم وعندي عملت مسرح داخلي اللي هو الباك اريا بقت قويه جدا، فانا ممكن ادعو الزبون ان انت تتفرج على الاكل بتاعك وهو بيتعمل، وده يدي معايا مصداقيه، يخلي الزبون والله انا المطاعم مثلا سمعتها وحشه في الموضوع دوت، فالمطعم ده المطعم ده بيخليني اشوف الاكل بتاعي بيتعمل ازاي وبتابعه خطوه بخطوه. تمام، فده يديني ميزه تنافسيه. وهكذا تبنى الفكره التسويقيه. يعني انا بيبقى عندي فكره كور اساسي فاهم منه خلاله حاجه بتتسوق ازاي او الحاجه اصلا قصتها ايه، فبعد كده اعرض في الاعلان بتاعي ويبقى عامل جذب بالنسبه لي ويبقى ميزه تنافسيه، وتبدا تقلدني المنافسين بدل ما انا اقلد المنافسين. الفهم العميق للحاجه يخليك انت تتقدم بخطوه، ان انت اللي تجرب، انت تليد السوق، تبقى انت الليدر بتاع السوق. فاهم؟ مهم كده كده عامل لك في اخر الفيديو في الديسكريبشن هتلاقي لينك هتنزل منه ملف PDF، هتلاقي فيه شرح للي انا قلته وحلول او اسئله تمشي معاها خطوه بخطوه، سواء محتاجه كتابه او محتاجه اختيارات، فهتبص عليها. الموضوع اصلا كده كده زي ما قلت لك، المديول ده اكنك بتدرس دراسات عليا في تسويق الخدمات، اكنك داخل مديول تسويق الخدمات في مثلا جامعه خارجيه او اي حاجه. هو سهل بسيط وانا بشرحه لك بطريقه سهله بسيطه، يا رب يكون وصلك، واتمنى ان انت تكون استفدت. واشوفك الدرس الجاي في حاجه مهمه جدا برضو في تسويق الخدمات. شكرا.